محمد صلاح كالعادة يفوز بجائزة جديدة رفقة ليفربول. متابعينا الكرام، صلوا على سيدنا محمد على أفضل الصلاة والسلام، ويلا بينا نبدأ حلقتنا. حصل النجم المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول على جائزة جديدة مع الريدز بعد تألقه في الفترة الماضية، إذ يتصدر ليفربول جدول ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 25 نقطة بعد مرور 10 جولات من عمر البطولة. كما ينفرد فريق ليفربول الإنجليزي بجدول ترتيب مسابقة دوري أبطال أوروبا برصيد 12 نقطة بعد تحقيق الفوز في أول 4 جولات من البطولة القارية. وحصل محمد صلاح على جائزة لاعب الشهر في نادي ليفربول بعد تألقه مع الفريق في بطولة البريمير ليج ودوري أبطال أوروبا. ولعب المهاجم الدولي المصري رفقة ليفربول في بطولة الدوري الإنجليزي هذا الموسم حتى الآن 10 مباريات، حيث نجح في تسجيل 7 أهداف وصنع 5 أسيستات. وعلق محمد صلاح قائلا بعد حصد تلك الجائزة: إنها شعور رائع عندما يتألق الفريق ويفوز بالمباريات، هذا هو الشيء الأكثر أهمية. لا أعتقد أنني سأكون سعيدا إذا كنت ألعب جيدا والفريق لا يفوز. أنا فخور جدا بالأرقام التي أحطمها وأؤمل أن أستمر أكثر في ذلك. وبكده متابعي الكرام نكون نهيت حلقتنا. شاركونا برأيكم في الكومنتات تحت وانتظرونا في الحلقة القادمة. دمتم على خير والسلام عليكم ورحمة الله.